أطباء الأسنان في المغرب ومن خارج المغرب، عمداء أطباء الأسنان لكليات الطب العربية من الكويت، من مصر الشقيقة. وتم خلال هذه الأيام حضور ندوات ذات طابع علمي وجودة عالية مكنت أطباء الأسنان من تتبع كل المستجدات التي تهم طب الأسنان. كذلك عرف هذا المعرض حضور الهيئات، هيئة أطباء الأسنان، وتم عرض مشروع القانون الذي سيهم مهنة طب الأسنان، والذي سيتم عرضه على الوزارة وسينظم هذه المهنة. كذلك عرف هذا المعرض حضور عدد كبير من العارضين من المغرب ومن خارج المغرب، الذين مكنوا أطباء الأسنان وجميع الحاضرين من تتبع كل ما هو تطور في هذا الميدان. الذكاء الاصطناعي يتم استعماله بطريقة يومية في مزاولة طب الأسنان الآن. فيما يهم تشخيص حالة المريض، هناك واحد العدد من التطبيقات ومن المعدات التي تسهل على طبيب الأسنان أنه يقوم بتشخيص الحالة. وكذلك هناك العديد من المعدات التي تسهل عمله فيما يخص تركيبات الأسنان، فيما يخص زراعة الأسنان التي الآن يمكن القيام بها بطريقة entièrement robotisée، يعني من التخدير حتى وضع زرع الأسنان. هذه تقنيات لا تزيل أي شيء من صفة طبيب الأسنان، لأنه هو الساهر على صحة المواطن. وفي نظري لن يعوض الذكاء الاصطناعي دور طبيب الأسنان، بل يكمله. المستجدات التي بالنسبة لي عندها أهمية كبيرة هي المحاضرة التي تمت هذا الصباح من طرف جامعة محمد السادس للعلوم والصحة، والتي همت الاعتناء بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. هاد الأطفال يعانون في علاجاتهم لأنهم لا يتحملون العلاج فوق الفوتويدونتير كغيرهم، بل يحتاجون لتقنيات أخرى اللي هي لا سيداسيون كونسيونت، وبعض المرات لا سيداسيون بروفوند، يعني لانستيجي جينيرال. هذه التقنيات غير متوفرة في بعض المراكز الاستشفاء الخاصة، ولكن كنلقاوها في المستشفيات وكنلقاوها في مراكز طب الأسنان اللي تابعة للجامعات. الجامعات بيان سور جامعات الدولة البوبليك، وكذلك الجامعات التابعة للمؤسسات، نوطامون مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة. كتشوفوا هذا المؤتمر في النسخة ديالو الخامسة كيعرف أكثر من 6000 زائر وأكثر من 100 عارض وطلبة وأساتذة وأطباء أسنان من القطاع الخاص والقطاع العام. هاد النسخة كتعرف واحد متميزة هاد العام، لأن عندها واحد طابع علمي متميز بمجموعة من محاضرات ذات جودة وعالية. فكيف ما كتشوفوا حضرتي، والحمد لله كاين حضور ديال عمداء جميع الكليات طب الأسنان بالمغرب، لا من القطاع الخاص ومن القطاع العام. كاينين معنا رؤساء الجامعات، ممثلين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وممثلين وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية.
هذا العام كيف ما كتشوفوا هذا المؤتمر كيهضر بزاف على الذكاء الاصطناعي، وكيف ما قلنا هذا الذكاء الاصطناعي اللي غادي بواحد الوتيره جد سريعه، وكان نستافدوا منه باش نعطيو جوده تكوين للطلبه ديالنا، وكذلك جوده الخدمات الصحيه للمواطن المغربي في جميع دونك المصحات وجميع الكلينيك دونتير. فكيف ما كتشوفوا كيف ما قلناها وعاودناها، هما هاد الذكاء الاصطناعي كسوا لا ديجيتاليزاسيون لا سيمولاسيون دونتير هي مهمه بزاف، جد مهمه بالنسبه للتكوين وبالنسبه للعلاج، ولكن ما كتعوضش التعليم الاساسي والكونفونسيونيل. اليوم كنلاحظوا كنظموا هذه الدوره الخامسه اللي منظمه تحت الرعايه ديال وزاره الصحه والحمايه الاجتماعيه. كلاحظتوا مشاركه ديال جميع الفاعلين في القطاع ديال طب الاسنان على المستوى الوطني والعربي والافريقي، حضور عمداء كليات، برنامج علمي جد مكثف اللي كيخص اطباء الاسنان ومرممي الاسنان. يعني الحمد لله المستوى ديال المعارض كيلقى اليوم حظى بواحد المركز يعني كاكبر تظاهره لطب الاسنان على المستوى الافريقي هي اللي عندنا في المغرب، وهذا الحمد لله كيعطينا واحد الصبغه باش كيمكننا نجاهد باش تولي الانديه الافريقيه كلها في المغرب. اللي لاحظتوا وجود افريقي مكثف للشخصيات اللي كتعمل في القطاع، من رؤساء هيئات، من عمداء كليات، من اطباء، الممثلين المؤسسات ديال طب الاسنان في افريقيا حاضرين معنا، وهذا كيعطينا واحد الصبغه ان هذا المعرض ولا حنا داخل الصبغه ديالو على المستوى الافريقي، وان شاء الله باذن الله كنطمحوا باش دائما هذا المعرض يلقى باش يكون هو الاكبر على المستوى الافريقي. دول مشاركه تقريبا معنا 7 دول تقريبا مشاركه، كاينه من امريكا، كاين من تركيا، هادو اللي مشاركين معنا في العرض، المانيا، ايطاليا، الصين، يعني باكستان، يعني الدول اللي مشاركين معنا في العرض. اما بالنسبه للدول اللي مشاركين معنا في البرنامج العلمي كاين تقريبا معنا 8 دول عربيه، كاين 7 دول افريقيه، يعني الحمد لله 15 دوله ديال المنطقه كلهم مشاركين معنا، وهذا الحمد لله كيعطينا باش كنشتغلوا على واحد المستوى كبير وباش كناخذوا الرئاده على المستوى الافريقي.